ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين نعمل مشوار الاهلي والزمالك في بطولة دوري ابطال افريقيا 2020. يلا بينا نبتدي. بس قبل ما نبتدي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا عشان نبدأ. ده طبعا هنبتدي مشوار الاهلي في دور المجموعات. يلا بينا. بدأ طبعا المشوار النادي الأهلي في دور دور 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا ضد يطلع برا السوداني. ذهاب هنا في القاهرة والعودة في جنوب السودان. بدأ طبعا اللقاء، أكيد احنا ضاغطين وكل حاجة لحد ما علي معلول فتح الطريق في الدقيقة إن شاء الله 15. من بعدها بقى عينك ما تشوف الا النور، الاهلي بيضرب يطلع بره بالاربعة في ماتش الذهاب، وبيحط رجليه الاتنين في دور 32. في ماتش العودة بقى الاهلي بيضرب اطلع بره بالتسعة. ايوه بتسعة عشان احنا جايين وناويين على التسعة. شفت بقى الاهداف؟ بقولك يا ابني ناويين وجايين على التسعة. نبتدي بقى مشوار الزمالك. بدأ مشوار الزمالك برضه من دور 64 ضد فريق دجادها الزمالي. الماتشين هيتلعبوا في مصر، يعني الزمالك ولا هيروح ولا هيجي. ماتش الذهاب طبعا خلص، الزمالك كسب 7-0. وطبعا كل الاجوان كانت سهلة، اصل ده فريق مؤاخذة يعني مالط. في العودة بقى المهمة كانت اسهل بكتير. ال- الزمالك بيضرب دجاجها 6 عشان هو بقى جاي وناويها على الستة. كل اللي كان عاوز يجيب الوان كان بيجيب مصطفى محمد جونين وطارق حامد، واللي هو كل اللعيبة اللي عاوز يجيب يا باشا. كلها حفلة حفلة حفلة. طبعا بص الاجوان، مشكلة بقى الحارس بتاعهم ان هو كل ما ياخد الكرة يركنها، هو تحس ان هو كان زملكاوي او حاجة. كل ما يشوط الكرة عليهم هو اللي بيركنها، مش الزمالك اللي بيركنها. وبيخلص طبعا ماتش العودة زي ما قلنا 6-0. طبعا محمود علاء بيسجل ضربات جزاء انما عشان هو طبعا جاي وناوي على الستة فبيخلصها بالستة. الأهلي بقى في دور 32 بيقابل فريق كانوا سبورت الغينيا في غينيا، والعودة في مصر. في ماتش الذهاب اكيد ده طبعا ما يعتبرش فريق، بس برضو كانت المهمة صعبة، وكمان ان الاستاد بتاعهم ده ما يعتبرش استاد، ده عفانة طبعا. الاهلي قعد 60 دقيقة يدور على البتاع لحد ما اخيرا الاهلي بيسجل عن طريق وليد سليمان، عشان يجي من بعد برضه وليد سليمان يسجل التاني برأسية عالمية. ماتش العودة بقى اللي كان في مصر هنا، طبعا الاهلي بيقول له انت الفريق بقى اللي عمل نفسك فريق، تعالالي اهو استاد جميل ومفيش حاجة، تعالالي بقى. الاهلي بينزل عليهم يعمل حفلة، مع ان الشوط الاول كله ما كانش فيه جوال، بس ما فيش غير جول واحد بس لاليو جانج. هو ده الهدف بتاع اليو جانج. وفي الشوط التاني بقى بدل الجول الاهلي بيجيب 3، بيخلص الماتش 4-0 وبيصعد لدور المجموعات بكل سهولة. الزمالك بقى بيدخل دور 32 ضد شيرازنيول السنغالي. انا اسف يا جدعان انا بتكلم بسرعة. الذهاب في السنغال والعودة هنا في مصر. طبعا في ماتش الذهاب برضه نفس الكلام ضد كون سبورت، بس المشكلة ان الجنراسيون بيسجل الهدف الاول في اول 10 دقايق. الزمالك طبعا بيحاول ان هو يتعادل، لكن كل شوية الدفاع يشيل. حتى في الشوط التاني ابو طيب بينزل عشان يزود، لكن للأسف جنراسيون بيسود النتيجة بيخليها 2-0. يا اخي الزمالك ده يتغلب من جنراسيون؟ يعني ده الزمالك ده في حتة تاني خالص.
وبيجيب الجول التاني طبعا، وكده المهمة تتصعب، لكن مصطفى محمد بيقدر يرجع الزمالك. ده حتى مصطفى محمد كان هيجيب التعادل، بس للأسف الكورة بتيجي في العارضة. أصل انت زملكاوي يا باشا، ازاي هتطلع من الماتش يا فرحان؟ وبيخلص الماتش 2-1 لجراسيون. وكده فاضل الماتش اللي في مصر، ولازم الزمالك يعمل حاجة عشان ما يغلطش من الأدوار التمهيدية. ده كده هيكون ضحك على الآخر. بقى الزمالك من أول ثانية بيضغط عشان عيب، ده منفعش يدخل من الأدوار. وفي أول تلت ساعة أحمد سيد زيزو بيجيب الهدف الأول، وكده الزمالك صاعد. بس لو جراسيون سجل هدف واحد بس، كده الزمالك بقى برا البطولة. احنا طبعا عارفين ان عيب اوي ان هو يخرج من دور البتاع، بس طبعا عواد كان في الميعاد. يا لهوي على عواد، ده صد كور مستحيلة. واخيرا بتحسب ضربة جزاء للزمالك، لكن طبعا محمود علاء كعادته لما يكون ماتش مهم بيحب يضيعها، بيدخل يضيعها. اكيد طبعا حارس مش هيصدق، لان ده حارس عبيط يعني، اكيد تقدر تدخل فيه جوان، بس هو جابها في العارضة. طبعا ساعتها كان كل شعب كان بيتفرج. بس الحمد لله بيخلص بنفس النتيجة، والزمالك بيصعد بكل صعوبة لدور المجموعات، عكس الأهلي صعد بكل صعوبة. في دور المجموعات بقى الأهلي معاه في المجموعة النجم الساحلي وبلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني. في الجولة الأولى الأهلي قابل النجم الساحلي في تونس، بس المشكلة ان الماتش ده ما كانش ماتش عادي، كانوا عاملين يدبوا في بعض. بص، كانوا اخر حاجة. وفي اول 10 دقايق بس لاعب الاهلي بيزق لاعب النجم الساحلي، وبيتحسب عليه كارت احمر في اول 10 دقايق على ارض النجم الساحلي وسط جماهيره ب10 لعيبة بس. والدنيا طبعا بتفتح على البحري، وطبعا الناس عمالة تضرب في بعض. الموضوع طبعا الفرص ما كانش خطير اوي، بس اللي كان خطير اوي التدخلات والضرب والشمحات، مع ان الحكم ما كانش بيعمل حاجة، كان بس بيدي كروت صفر بس. لحد ما خلص الشوط الاول. في الشوط التاني برضه قعدت الماتشات تشد اكتر وتشد، والموضوع هيكون ساخن. لقينا الشخاوي بيستلم ويعود وبيسجل الهدف الاول للنجم الساحلي عشان يصعب المهمة. طبعا الاهلي لو جاب هدف هيكون حلو ان هو تعادل على ارض النجم الساحلي، والملعب كله بيدخن والناس بتتحمس لحد ما بيصفر الحكم بيعلن نهاية الماتش 1-0 للنجم الساحلي. المجموعة بقى بتوقع الزمالك مازيمبي وديسكو يونايتد وأول أغسطس. الماتش الأول هيلاعب مازيمبي في الكونغو الديمقراطية على أرض مازيمبي. طبعا الأجواء كانت وحشة والاستاد وحش والبتاع والقرف، لكن الشوط الاول بيخلص 0-0 بعد ما رجعت الزمالك موتها نفسها. في الشوط التاني ما تعرفش ايه اللي حصل، مازيمبي بيستغل كل حاجة وحشة ضد الزمالك، بدل ان هو يجيب 3 اهداف في شوط واحد. تخيل ان هم صبروا 45 دقيقة يدخل فيهم هدف، وال45 دقيقة تاني ما كانوش موجودين خالص. بيخلص الماتش 3-0 للمازيمبي. في الجولة التانية بقى للنادي الأهلي هيقابل الهلال السوداني هنا في استاد القاهرة. طبعا الأهلي داخل ضاغط وعاوز يدور على اللي هو التوقيت الحقيقي اللي اتسع أهلي. وفي أول ربع ساعة حسين الشحات بيسجل الأول للنادي الأهلي، وبعديها بقى المحاولات تيجي عشان يزود النتيجة، وفعلا ده اللي بيحصل. بتيجي ضربة جزاء لينا، بيخش للاعب رمضان صبحي اللي بيحط حرفيا اعصابه في تلاجة وهو بيلعب ضربات الجزاء، وبيجيب لنا الجول التاني قبل نهاية الشوط الاول. في الشوط التاني بقى قعد الاهلي يحاول يجيب التاني، لكن العارضة والحظ كان ضد الاهلي، وليتها جت على كده. بس ده الهلال السوداني في البلاس 90 اللي هو بتاعتنا بيجيب الجون الاول، بس احنا كنا خايفين اصلا ان هم هيتعادلوا.
الحمد لله الماتش بيخلص 2-1 بنفس النتيجة، والأهلي بياخد أول 3 نقط في المجموعة. الزمالك بقى في الجولة التانية المدرب بتاعهم بيطرد اللي هو كارتينور، وبتجدد بقى المدرب الجديد. الجولة التانية طبعا هيلاعب أول أغسطس في استاد السلام هنا في استاد القاهرة. طبعا دخلت رجالة الزمالك اللي هو تعرف نفسهم هو مين نادي الزمالك. طبعا هو عاوز يجيب الستة. مع ان كان اول اغسطس كان بيعمل فرص خطيرة، بس الزمالك قدر يحاول. وطبعا هو بن شرقي بيجيب احسن جونين في البطولة حرفيا. اول اسيست من أمام عطاير من مرة واحدة، والتاني عطاير برضو بهدف عالمي، ويقدر الزمالك ياخد أول 3 نقط في المجموعة. الجولة التالتة بقى الأهلي هيقابل بلاتينيوم الزيمبابوي هنا في استاد القاهرة. الأهلي داخل طبعا بقوة، وكمان ده أضعف فريق في المجموعة، فالمفروض ياخد منه 3 نقط عشان تسهل عليه المهمة ويعرف يركز بس على النجم الساحلي وبتاع. وفي أول 8 دقايق بس وليد سليمان بيجيب الجول الأول. وفضل الاهلي يحاول مع الفريق البيبي اللي احنا مش عارفين نجيب فيه هدف تاني ده لحد ما بيخلص الشوط الاول. في الشوط التاني بقى الاهلي بيحاول يزود النتيجة، والزمان وبرضه البلاتينيوم ما عامل عليه، لكن احمد الشيخ بيجيب ضربة جزاء بيخش وليد سليمان بيجيب منها التاني، ويضمن بقى النقطة السادسة للمارد الأحمر في مشوار. الزمالك بقى في الجولة التالتة بيقابل فريق ديسكو يونايتد اللي هو المركز الأخير في المجموعة على أرض ديسكو يونايتد. في زيمبابوي. بيدخل اللقاء أكيد الزمالك لازم يكسب بأي طريقة، لأن ده أصلا فريق مالطا إذا كان على الأرض، بس طبعا درجات الحرارة كانت وحشة والاستاد معفن فمكانش بيساعدهم. إن طبعا الشوط الأول خلص بعد ما أبو جبل كان مموت نفسه، وفي الشوط التاني وخلاص كنا هنكسب. كان الزمالك هيكسب طبعا بعد ما جاب الجول الأول في الدقيقة 70، بس عشان حظ الزمالك بيبين ديسكو يونايتد بيقدر يتعادل معاهم قبل ما الماتش ما يخلص. وكده الزمالك بقى معاه 7 نقط. في الجولة الرابعة بقى الأهلي هيقابل بلاتينيوم، بس المرة دي في زيمبابوي برضو نفس الكلام مع ديسكو يونايتد. أكيد الأهلي طبعا الفوز كان مهم لأن ده برضو فريق عبيد، بس للأسف في أول ربع ساعة بس بلاتينيوم بيسجل الهدف الأول. مش عارف ازاي الصراحة بلاتينيوم بيسجل، بس هو بيسجل. وقعد الأهلي طبعا يحاول يسجل هدف التعادل يسهل عليه، لكن طبعا الحمد لله الشناوي بيصد وبيلحقنا وبيصد الانفراد لحد ما بيخلص الشوط الأول 1-0 لبلاتينيوم. في الشوط التاني بقى كهربا جامد قوي 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 بيضيع الفرصة دي، يعني مش عارف ازاي ضيعها، ده الجول قدامك يا حبيبي. لكن مروان محسن بيقدر ان هو يجيب التعادل وبرد على كهربا اللي ضيع الفرصة. طبعا الاهلي لازم يجيب الجول التاني، مش عشان يعمل رومنتادا، لا عشان يخلص على الفريق المصري ده. ازاي الاهلي مش عارف يجيب جول تاني، ومع ان هو يجيب جول تاني لكن كذلك بيتحسب تسلل طبعا. بيتحسب تسلل لحد ما بيخلص الماتش 1-1، يبقى الاهلي كده معاه حوالي كده 10 نقط. في الجولة الرابعة الأهلي هيلاعب ديسكو يونايتد هنا في القاهرة ماتش العودة. الزمالك طبعا بيدخل بروح وشخصية البطل، انت لا بتتعادل معاه على أرضك تعالى يا ابني. في أول 3 دقايق بيستغل بن شرقي عرضية ونجم وبيسجل بيها أول أهداف الزمالك، عشان كده تتأمن عليه كل حاجة، بس لسه لازم يسجل هدف تاني لأن هو عارفين ايه هو حظ الزمالك. عادي ديسكو يتعادل معاهم، لكن الزمالك كان عارف ايه هو قوته وهو ايه معنى الزمالك، وفعلا بيحاول. لكن طبعا الفرص طبعا كانت عمالة تضيع وبتاع، بس الحمد لله بيجيلهم انفراد وبيبصيها لمصطفى محمد عشان يجيب الجون التاني ليهم.
بس كان هدف يعني عادي مش صعب اوي، وهو ده الهدف طبعا. وبيخلص الماتش بنفس النتيجة، ويبقى كده الزمالك متعادل مع الأهلي في النقاط. الأهلي طبعا في الجولة الخامسة هيقابل النجم الساحلي هنا في مصر عشان يردله اللي عمله في تونس. طبعا جو الشغنات ده طبعا الصعبان مش هيحصل تاني. والأهلي بيدخل بشخصية البطل، مع ان النجم كان هيغفله ويخطف، لكن الشناوي مركز وصد. الله عليك يا شناوي يا اسطوري، وبيشيلها بالايد العافية. طبعا الاهلي اللي معرفش ان هو لو ما سجلش هيتخطف طبعا، طلع وفرد جناح على النجم. وفعلا بعد ما الشحات بيضيع دي، اجاييه بيسجل الاول، وساعتها بنسمع احلى تعليق على الجول، اللي هو لما المذيع قال التاسعة بتوقيت الاهلي، وشكرا لك يا احلى مذيع في الدين. طبعا الاهلي بيحاول يجيب التاني، والنجم بيحاول ان هو يتعادل او حتى يخلص الماتش بنفس النتيجة. اصل ده الاهلي يا معلم، على ارض مرعب. لحد ما بيخلص الشوط الاول. في الشوط التاني بقى الاهلي حاول يزود النتيجة، بس للاسف معرفش يعمل حاجة لحد ما بيخلص الماتش 1-0 للاهلي، واخيرا بيتصدر المجموعة. الزمالك بقى في الجولة الخامسة هيلاعب مازيمبي، وطبعا جاي عشان ينويها ويضرب مازيمبي عشان كمان يتصدر المجموعة. بس للأسف الماتش بيخلص 0-0، ويفضل الزمالك في المركز التاني. الأهلي بقى في الجولة الستة من دور المجموعات الأخيرة هيلاعب الهلال السوداني في السودان، والهلال عارف ان هو لو كسب هيصعد. فطبعا جماهيره ملت الملعب، وخلاص فاضل هدف واحد بس، وان هم يصعدوا على النادي الاهلي. وطبعا النادي الاهلي كان بيعرف الماتشات دي بتتلعب مش بتجيب اجوال يا ربي. المهم يعني ان الاهلي بيحاول طبعا، مع ان ده الملعب ده صعب وعمره ما سجل عليه هدف، لكن هم عارفين ان هم جايين وناويين ان هم يصعدوا من المجموعة. وفعلا الاهلي بيضغط من اول ثانية من المباراة، وبنلاقي ان مجدي قفشة بيغفلهم وبيقول لهم بقى يا رجال يلا بقى حاولوا تجيبوا جولين، بدل مش انتوا مش عارفين تجيبوا جول واحد بس، حاولوا بقى تجيبوا جولين. بس هدف قفشه كان عالمي قوي قوي قوي. بص حتى الجول هو ده الجول، بص هدف عالمي. من بعديه طبعا لعيبة الهلال كانت عاوزة تجيب التعادل، اصل ايه مش عارفين نكسب الاهلي، ده طبعا جول افريقيا. طبعا كهربا كالعادة بيضيع الفرصة العبيطة، يعني يا اخي الجول فاضي يا اخي، وبيرجع يسيطر تاني، مع ان الاهلي كان هيجيب هدف تاني، بس قالك كفاية كده على الهلال. والهلال في اخر الدقايق كان هيجيب جول، وكان هيجيب جول تاني، بس الحمد لله بيتحاسب اوفسايد، وبيخلص الماتش 1-1، والاهلي بقى في المركز التاني. الزمالك بقى في اخر ماتش هيلاعب اول اغسطس، كان يعتبر تحصيل حاصل، لان خلاص الزمالك مركز تاني ومازيمبي المركز الاول. ده بعد اصلا ما الماتش خلص 0-0، والزمالك فضل في المركز التاني. في دور التمانية بقى ودور ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا، الاهلي هيلاعب فريق صن داونز الجنوب افريقي. عارف يعني صن داونز؟ ده اللي هو غلب الاهلي السنة اللي قبليها 5-0، فكانت المهمة صعبة، بس الاهلي كان عارف ان هو جاي وناوي ان هو اللي هو هينتقم من السنة اللي فاتت. طبعا الذهاب كان في مصر، والعودة في جنوب افريقيا. في ماتش الذهاب طبعا كان الاهلي دخل بس مع ان الجمهور كان عارف ان الماتش ده اهم بكتير من البطولة نفسها. هتقولي انت عبيطي ازاي يعني؟ هقول لك صدقني الماتش ده كان اهم من البطولة، يعني كان هيصعدنا دور نصف النهائي، وكان هننتقم منه، وكنا هنعلم على صن داونز، وكنا هنكمل في البطولة. فكانت ماتش مهم طبعا. الذهاب كان في مصر، وفي أول 28 ثانية، مش 28 دي، 28 ثانية صنال بيضيع فرصة خطيرة جدا. شفت الفرصة؟ مستحيل. والحارس طبعا بيدخل بمروان محسن دخلة كبيرة قوي.
وهما طبعا شايفين ان صن داونز سريعة جدا وقوي جدا جدا جدا، والشوط الاول بيخلص والاعصاب لسه مشدودة على اخرها. في الشوط التاني بقى الاهلي بيحاول ان هو يجيب حتى جول واحد، جول واحد بس. بالله عليه معلول تحس ان هو اللي هو النهارده هيجيب هدف، تحس ان هو كان عاوز ينتقم من صن داونز. وفعلا في الشوط التاني بيعمل باص ولا احلى مع جونيور اجاييه، بيخلي بيها النتيجة 1-0 في الدقيقة 55. اهو رقم حلو، بس احنا عاوزين نزود النتيجة عشان لسه هنروح جنوب افريقيا هنتاكل من صن داونز. وفعلا الاهلي بيمسك كرة من تاني، لكن طبعا جونيور اجاييه بيجيب لنا ضربة جزاء، بيدخل طبعا علول يجيب بقى الهدف التاني والهدف التاني للنادي الاهلي. وبس كده يا معلم، خلصت كده بحكاية ماتش الذهاب، وفاد باقي الحكاية الأصعب في جنوب أفريقيا بعد 5 أيام بس، حتى ما كملناش أسبوع الاهلي بيطير على جنوب افريقيا عشان يلعب ماتش العودة. وفاكر برضه مع انك كنت كسبت 2-0 في ماتش الذهاب ان المهمة برضه هتكون صعبة، هتكون صعبة طبعا. ده طبعا ماتش العودة ما بين الأهلي وصن داونز في جنوب أفريقيا، مع إن صن داونز كسب 5-0، فالمهم كانت سهلة إن هو هيجيب 3 أهداف عادي. صن داونز قعد يضيع فرص، وقعد الشناوي يتألق معاذ ينتقم منه، ما دخل فيه 5 أهداف السنة اللي فاتت، وقعد يتألق مع إن الأهلي حاول إنه يهدد مرمى لحد ما جت الدقيقة 20 بتيجي فاول على حدود المنطقة لعلي معلول، ومرة واحدة علي معلول بيسجل الهدف الأول. هتقولي يا عم ده صن داونز اللي دخلها في نفسه، هقولك يا عم ملكش دعوة، جمهور الأهلي العظيم حسب الجول الجامد ده لعلي معلول ابننا. طبعا صن داونز قعد يضيع في الفرص سهلة، وقعد يضيعوا ويقعدوا نفسهم اللي هي سهلة لحد ما خلص الشوط الأول 1-0. في الشوط التاني مدرب صن داونز بس طبعا صن داونز قدر يسجل التعادل بعديها على طول. وفي الشوط التاني بقى كانوا برضه فاكرين المهمة سهلة، عادي يعني فاضل جونين وبتاع، مكانش يعرفوا ان الاهلي مجهز لهم حفلة، مع ان المدرب بتاعهم قال لهم في الشوط التاني عاوزين يديهم 5 يود تاني، اللي عاوز يسجل يسجل، يلا انزلوا ويسوا. قعدوا يضيعوا فرص سهلة ويستعبطوا ويهزروا ويقولوا احنا هنصعد والدنيا شغلانة، والشناوي قعد يتألق لحد ما الاهلي فاق وعرف ان هو لازم يسجل، وهو على ارض صن داونز وسط جماهير، بس برضه لازم يسجل يعني، ده هو الاهلي غول افريقيا. وقعد يحاول مع ان صن داونز برضه مسكتش، وقعد يحاول لحد ما خلص الماتش وتأهل الأهلي على حساب صن داونز الجنوب أفريقيا. على الناحية التانية الزمالك بيقابل في ربع نهائي الترجي الرياضي التونسي، الذهاب في مصر والعودة في تونس. في ماتش الذهاب طبعا المدرب بتاع الترجي كان داخل ماتش الذهاب بروح وشخصية البطل، مع ان ده على أرض الزمالك، بس يعني كان هيك. وفعلا الترجي بيبدأ ضاغط مع ان المفروض ده على الأرض، وهدد مرمى الزمالك في أكتر من فرصة خطرة لحد ما فعلا الترجي بيقدر يسجل أول أهداف الترجي في أول 5 دقايق وعلى أرض الزمالك. فالمهم بقت مستحيل اللي هو ايه اللي حصل في الزمالك ده، والزمالك لسه بيحاول لقى نفسه كان هيلبس التاني من الترجي، لكن طبعا الجمهور قعد طول الماتش يشجع في لعيبته علشان ما يخرجوش من دور ربع النهائي، وكمان ده على ارضهم هيخرجوا اكيد بفضيحة. والزمالك من اول كرة ونجم بيقرر ان هو يشوط صاروخ على مرمى بن شريفية وبيسجل بيها التعادل لنادي الزمالك. والزمالك قاعد يحاول، محمود علاء بيجيب كرة في العارضة وفاضل، وكل قال خلاص الجول التاني اكيد قرب للزمالك، وفعلا بن شرقي بيقدر يجيب اول تاني اهداف نادي الزمالك.
بهدف عالمي، يستغل الدفاع اللي حاطينه ويحط فيها جسمه عشان يجيب بقى الهدف التاني لنادي الزمالك. طبعا لعيبة الترجي بتقول ان الجول ده اوفسايد وبتاع، وتروح تتخانق مع الحكم. الحكم طبعا بيديهم انذارات. بن شرفية بياخد انذار، ولاعب من الترجي بياخد كارت احمر، وده اللي بيدي فرصة اكتر ان الزمالك يجيب اكتر. اصل ده دلوقتي ب10 لعيبة على ارض الزمالك واستغنوا، اكيد يعني لازم. وبن شرقي بيدخل بكل ثقة في كل دفعات الترجي، بيعدي عادي، لكن في لاعب واحد بس اللي كان عنده رأي تاني وبيكسره، وتتحسب ضربة جزاء لنادي الزمالك عشان تسود النتيجة. ومين دخل بقى عشان يشوطها؟ محمود علاء، اللي في المتاع اللي كل قال اكيد هيضيعها، لكن محمود علاء بيرد على كل الناس وبيدخل يحطها في الشبكة، وبيخلص الماتش بنفس النتيجة 3-1. وفاضل باقي الحكاية في الترجي في تونس. اكيد المهمة صعبة، مع ان هو كسب، بس عادي. الاهلي برضو كسب في اللي هو في 2018 نهائي 3-1، وفي الاخر راح في رادس وخسر 3-0، وساعتها خسر البطولة وزعلت اوي الصراحة. ما علينا يعني. الترجي طبعا في اول 5 دقايق بيجيب ضربة جزاء ليه، وبياخد انذار لاعب الزمالك، وبكده جاب هدف، وكده فاضل هدف ويتعادل بالنتيجة 3-3، والمهمة تصعب على الزمالك، ولسه فاضل 90 دقيقة بحاله. لكن نادي الزمالك بيقف على حاله لمدة 90 دقيقة بحاله، وموقت نفسه ضد الترجي الرياضي التونسي على أرضه، لحد ما الحمد لله الشوط الأول بيخلص 1-0 بس، وفاضل بس الشوط واحد بس على إن الزمالك يتأهل على حساب الغول. وفعلا الشوط بيعدي زي اي شوط، وفعلا الزمالك بيتأهل على حساب الغول. في النصف النهائي الاهلي هيقابل الوداد المغربي ازاي في المغرب، العودة في مصر. اكيد طبعا كان ماتش الذهاب كان صعب جدا جدا جدا. معروف ان المباراة بتاعت الاهلي والوداد دي بتكون ممتعة، بس بتكون صعبة للأسف على النادي الاهلي. في ماتش الذهاب اللي كان في المغرب المهمة كانت صعبة، بس في اول 3 دقايق الاهلي بيستغل الدفاعات الخاطئة، ومجدي قفشه ما كانش بيجلي، بيجيب الجول الاول في اول 3 دقايق. وكان الاهلي ما كانش مصدق نفسه ان هو يكسب الوداد. لا، وما كانش كمان ده، انت هتشوف المفاجأة لسه. طبعا الوداد كان عاوز يتعادل، اصل ده ارض واستقلال، انت بتعمل ايه يا باشا؟ انت عارف تعبيط ولا ايه؟ طبعا الوداد طلع ما اكن ما فيش اي حاجه، وضغط على الاهلي في كل حدوده، كان فعلا هيتعب، بس طبعا الاهلي معرفش يسجل. في الاهلي المستميت، والشناوي قرر يتدخل. الشناوي بيتدخل فرصة يعني هتتسجل باسم الشناوي، بيتدخل في غلطة خلى الحكم يحسب ضربة جزاء للوداد، وكنا قلنا يا لهوي يا شناوي هتخلينا يرجعوا في المباراة والدنيا بتاع، لكن الشناوي بيصدها برجع الأمل تاني. أيوة كده يا شنو، هو ده الشنو. وعلى كده بيخلص الشوط الأول. في الشوط التاني بقى الأهلي بيحاول يزود النتيجة، والوداد طبعا بيحاول يتعادل، اصل ده ارضه وسط جماهير يا جدعان، يعني مش عارف يتعادل ضد الاهلي. بس هم مكانش عارفين الاهلي السنه دي كان ناوي على البطوله وبتاع. وحسين الشحات بيضيع فرصة الانفراد وبيضيع فرصة الهدف. اجاي بيقول له اقعد على جنب بقى، بيجيب هو ضربة جزاء، بيخش علول يضمن بيها الصعود للنهائي، وبيخلص الماتش 2-0 على أرض المغرب. في العودة بقى هنا في مصر، مروان محسن في أول 3 دقايق بيجيب هدف بعد ما الحكم أحسبه هدف. طبعا الوداد ما كانش مصدوم ازاي الهدف ده يتحسب. طبعا الوداد كان عاوز الحكم يصفر الشوط الأول، بس الأهلي ما كانش عاوز، كان عاوز يكمل حفلة، كان عاوز تبقى حفلة. حسين الشحات بيجيله انفراد وبيمرقص الواد يمين في شمال، وبيحط هدف من أجمل أهداف البطولة، لحد ما فعلا الشوط الاول بيخلص 2-0 للنادي الاهلي.
في الشوط التاني الوداد بيكون فاكر ان هو هيعرف يرجع وهو اللي هيسجل وهو اللي هيرجع وبتاع، لكن برضو الاهلي هو اللي بيسجل عن طريق ياسر ابراهيم برأسية روعة الروعة، عن طريق برضو علي معلول من ركنية. والوداد رجع عشان يسيطر تاني، وخلاص الاهلي بيستعد النهائي، اما الواد المترجي هبد واحدة يجيب هدف حفظ للوداد. شايفوا هم فرحانين عليه، بس هم فرحوا بالهدف ده، والاهلي خلاص بقى في النهائي. على الناحية التانية بقى الزمالك هيلاعب الرجاء المغربي، طبعا مهمة صعبة، والذهاب هيكون في المغرب والعودة هنا في مصر. في ماتش الذهاب طبعا كانت المهمة صعبة كالعادة، ان هو يعني ياخد التهول من الرجاء المغربي. طبعا المدرب الجديد بتاع نادي الزمالك بيتولى المهمة ضد الرجاء المغربي. الذهاب اللي كان في المغرب طبعا الزمالك بيدخل ضاغط على غير المتوقع، اكيد احنا قلنا اكيد يعني الرجاء هو اللي يبدأ ضاغط، لكن على غير المتوقع ان الزمالك هو اللي يبدأ ضاغط، وهو اللي يهدد مرمى الرجاء بأكتر من فرصة خطر، كان ممكن تسبب أكتر من هدفين زي الأهلي ما عمل في الوداد في المغرب. وهو ده اللي فعلا اللي بيحصل، بن شرقي بيجرب ومن بعده مصطفى محمد، وكل ده النتيجة 0-0 لحد ما بيعمل عرضية وبن شرقي بيسجل أول أهداف في الزمالك ضد الرجاء على أرض الرجاء. ايه الجمال ده يا زمالك! وبيكمل الزمالك الاستقتال على أرض الرجاء، لكن أخطر لاعب كان في الرجاء طبعا هو سفيان رحيمي، لاعب بيرقص، لكن الزمالك طبعا قدر يقف على قد حده لحد ما بيخلص الشوط الأول. في الشوط التاني الزمالك حاول ان هو يزود النتيجة وفرصة بتيجي لكن بيضيعها. في العودة بقى هنا في مصر الرجاء كان داخل وعارف ان هو هيكسب، وفعلا بيهدد مرمى ابو جبل باكتر من فرصة خطرة، والنسور الخضراء يرجع في الماتش بكورة كانت ممكن ما تبقاش هدف، لكن بتخبط في لاعب الزمالك وبتدخل هدف، وكده المهمة تتصعب اكتر على الزمالك، لكن عشان الزمالك كان ساعتها كان فريق حلو ويقدر يرجع تاني بهدف عالمي درسه في مدرسة الفن والهندسة. طبعا انا اهلاوي عشان ما حدش يفتكر ان انا كده، بس الصراحة كانت اهداف عالمية، والزمالك كان في حالته مش زي يعني دلوقتي اكيد يعني. بعد الجول طبعا سجله الزمالك طلع يحاول ان هو يسجل بتاع عشان يضمن التأهل، وفعلا مصطفى محمد بيدير فوق الكل وبيجيب هدف عالمي من عرضية من احمد سيد زيزو، كده الزمالك كسب. لكن في اخر الماتش بيجيب جول تالت عشان يزود، وبيضرب ميعاد مع الاهلي في نهائي القرن. بقى دي طبعا كانت اول مرة تحصل، يعني ايه نهائي دوري ابطال افريقيا، مش نهائي كاس مصر او نهائي كاس السوبر، نهائي دوري ابطال افريقيا يكون من فريقين او من فريقين من نفس البلد. ويوم بقى لما يحصل كده يكون الاهلي والزمالك، اكيد يعني مفيش حد غيره، دول هما كانوا مسيطرين افريقيا وهما كانوا ابطال افريقيا. كل الناس كانت عاوزة تعرف مين هو بطل افريقيا، الاهلي ام الزمالك. كل الناس حجزت مع ده لدرجة ان في ناس من الترجي وناس من بلد تاني كانت بتشوف الماتش ده. فعلا كل بيجهز في استاد القاهرة، واستاد القاهرة اتملى، واخيرا الساعة بتدق 9 والماتش اخيرا بيبتدي المنتظر، ونهائي القمة بيبتدي اللي كان يوم 27/11/2020. اليوم ده طبعا عمرنا ما هننساه، كان نهائي القمة، وتخلي مين اللي كسب. بس المشكلة ان قبل النهائي ده كان في ماتش قمة في الدوري ما بين الاهلي والزمالك، تخيلوا مين اللي كسب؟ الزمالك كسب بنتيجة 3-1، فالمفروض الزمالك يكسب البطولة، وكان الاهلي خايف ان بتاع ان ده يتكرر تاني، لكن الاهلي بيدخل بيروح شخصية البطل. لكن حسين الشحات
بيضيع. وفي أول ركنية للأهلي عمرو السولية بيسجل أول أهداف النادي الأهلي في أول 5 دقايق. والزمالك كالعادة برضو بيجري ورا النتيجة. شيكابالا بيحاول لكن في ايد الشناوي، وبن شرقي بيحاول، وكل بيقول أكيد الزمالك ده، وفعلا ده اللي بيحصل. والزمالك والزمالك بيتعادل بهدف عالمي، الصراحة هدف عالمي. شيكابالا وبيتعادل الزمالك. طبعا قعدوا يحاولوا قبل نهاية الشوط الأول، بس الشوط الأول بيخلص 1-1. ونقول يا عم ماشي الشوط الأول يخلص تعادل. في الشوط التاني كل المدرب بقى يقول تاني، وده طبعا آخر شوط في البطولة، آخر شوط في نهائي القمة. ويا ترى مين اللي يكسب؟ يا ترى يا ترى. وفي الشوط التاني الزمالك بيضيع، مصطفى محمد بيضيع الانفراد، بس الحمد لله الشناوي بيتنقذ. لكن الشحات مستحيل يا شحات، دي مستحيل يا شحات. الشحات بيضيع فرصة مستحيلة مستحيلة. وبرضه زيزو بيجيب كورة في القائم يبقى 1-1، لكن الشحات مستحيلة، ده كان الجول فاضي. والماتش بيولع وخلاص داخلين على الدقيقة 86، وخلاص الماتش راح يخلص، وكل قال الماتش يخلص 0-0، 1-1 ويخلص. لكن في الدقيقة 85 و45 ثانية، لحظة من أجمل لحظات في تاريخ النادي الأهلي، محمد مجدي قفشة بيجيب هدف عالمي. رأسية بترجع لمجدي قفشة في الدقيقة المفضلة لينا. قفشة بيرجع وبوم بوم بوم بوم. القاضية ممكن، احذروا الكابوك، القاضية ممكن. قفشة بيكتب تاريخه مع النادي الأهلي في ده في الدقيقة 86، والماتش يخلص والأهلي بيكسب بنتيجة 2-1 في ماتش يعني قاضية ممكن، وضد الزمالك في نهائي قمة، وفي دوري أبطال أفريقيا، وضد الزمالك في نهائي قمة ونهائي قرن. يعني حاجة مفيش أجمل من كده. وأكيد يعني بطل الأهلي أكيد يعني محمد أبو تريكة، قصدي محمد مجدي قفشة. والزمالك بيحاول، وكان فعلا الصراحة كان خطير أوي، لكن الحكم بيصفر بيعلنها علنية وصريحة: الأهلي جاب التاسعة. وأخيرا الأهلي بيحقق دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الزمالك. وبكده خلصت حلقتنا، وأتمنى تكون عجبتكم الحلقة. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يا عم ده أنا عاملك الحلقة والله وعيني طلعت فيها. ويلا اشوفكم على خير، سلام عليكم.